السلام عليكم، وازيك وازاي معيزك وازاي الهيدريشن بريك اللي في ايدك. يا رب تكون كويس. انا كويس ويهمني ان انت كمان تكون كويس. طبعا لان القصص يا اخوانا بقت يعني كتير قوي وخلصت. احنا عاملين يا جماعه كام؟ تقريبا 70 قصه، مش مهم تسمعها. حديده منتج فيهم مثلا بتاع يجي 30، انا منتجت فيهم بتاع يجي 10، خوليو منتج فيهم حوالي 30. فالمهم ان ايه، قصص خلصت. وانا كنت قايل لك من زمان، لو تعرف حد حياته مثيرة للاهتمام شوية، خليه يبعت لنا، خلينا اما نشوف ممكن نعمل ايه ونسوي ايه والكلام الجميل ده كله. وقد كان ولله الحمد حدوتة جميلة النهاردة، مش بتاعتي لكنها بتاعت حد ممكن يكون عايش حاجات شبه اللي انا عشتها، بل انه ممكن يكون كمان عاش حاجات انت عشتها. لقيت الرسالة طالعة قدامي كالتالي، بيقول لي: ازيك يا عسلاوي، عامل ايه؟ يا رب تكون حلو. دلوقتي انا دلوقتي شاب عندي حاجة و30 سنة، ويعني بمر بفترة من التخبطات في حياتي، ويبدو ان حياتي من زمان قوي وهي كانت صعبة وسخيفة وتقيلة. وعايز احكي لك الحدوتة دي، اذ ربما تكون مفيدة او اي حاجة او حد يتعظ منها. وانا بالنسبة لي بصراحة ما قريتهاش غير 40 مرة ولا حاجة، فقلت اما اجي نقراها مع بعض زي كده القصة بتاعت الهجرة غير الشرعية. ومن هنا تبدأ القصة. ما تنساش لايكك الجميل، سبسكرايبك الأجمل، وشير، خد شورتات ونزل على تيك توك. لو لقيت شورتايه حلوه ولا حاجه ابعت لي، قول لي ابقى انزلها انا على الانستجرام بتاعي ولا حاجه، بدل ما احنا منيمين وكده. ويلا بينا ونقول: بص يا عمنا، والله انا كنت شاب صغير سنه 2000 وخشبه، في بدايه الالفينات كده. قول 2003 2004 معاك لحد 2008 2009. المفروض اي شاب ساعتها وهو لسه في الكليه الطبيعي ان هو كان بيبدا حياته. بس انت عارف لما تبدا حياتك دايما من نقطه النهايه، يعني انت حاسس ان انت اتولدت عجوز محمل باعباء اكبر من اللي عليك، خصوصا لو انت كنت من مواليد اقاليم او ارياف. فانت بتبقى عايش حياتك كلها ما بين مقارنات. وطبعا هنا احنا بنتكلم عليك كراجل، ما بالك بقى بالبنات. البنات اللي اتولدوا في ارياف بيعانوا ايام المعاناه. ما كانتش البنت هتدخل طب فهي خلاص انتهت حياتها، ما بقاش ليها لازمه. لكن دي حدوته تانية لو نتكلم فيها على معاناه الفتاه المصريه التي ولدت في إحدى قرى المحروسة. خلينا مع حبيبنا اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، واللي هنفترض معاك ان هو انا. فانت بتصحى كل يوم الصبح، لو انت شاب مولود في ارياف او عايش في ارياف، بتعمل نفس الحاجه تقريبا لمده 80 سنه لحد ما تموت. فبتيجي عند نقطه معينه عايز تغير من تكسر هذه اللعنه وتطلع بره هذه القريه، او تطلع بره هذا الاقليم او هذه المحافظه، وتروح حيث تتمركز كل حاجة فيك يا مصر، ألا وهي القاهرة الكبرى. ويفضل يعني لو القاهرة الكبرى بتاعتك دي تبقى ما بين منطقة أصلا القطر بتاعها حوالي 20-30 كيلو، تتمركز في وسطها وسط البلد. روح 20 كيلو هنا وروح 20 كيلو هنا، وهو ده آخرك اللي احنا بنقول عليه القاهرة. وكأنك عايش في فيلم ألف مبروك، بتصحى كل يوم تعيد نفس كل حاجة، سواء بقى أنت قاعد في شقة إيجار او مأجر اوضه في منطقه مثلا، زي لو هتقعد في الهرم ولا في العمرانيه ولا في فيصل، او لو هتقعد بقى في كعبيش، هتقعد بقى في العشرين، هتقعد في المريوطيه في الليبيني، او الناحيه التانية هتقعد في منشيه ناصر في الزهراء، في حوالين المعادي والبساتين وهكذا. فانت فعليا عايش في فيلم الف مبروك بتاع احمد حلمي. تصحى كل يوم واللي انت بتصحى فيه بتنام فيه، بتاكل نفس الحاجه وبتعد فلوسك بالسحتوت وبالجنيه، وحس ان الدنيا واقفه بيك وما بتتقدمش ثانيه. اخرك بتكون ايه؟ شغال مثلا باليوميه، او شغال جرافيك ديزاينر اللي هو بقى برضو يعتبر باليوميه صنايعي فريلانسر، او شغال بقى في مصنع ما، شغال في حاجه ما وهكذا. يومك بيتكرر بنفس تفاصيله، والعيال اللي فوق عمالين يجروا وعاملين دوشه، وانا كده كده مصدع ومش مشكله، بس الساعه 10:30 بالليل. وبمناسبه فيلم الف مبروك، الفيلم المفروض ان هو كوميدي وظريف، لكن اللي هيعيش حاجه شبه ان يومه بيتكرر لمدة سنين، عمره في حياته ما هيشوف ان ده ابدا فيلم كوميدي او فيلم دمه خفيف او هكذا وهكذا. وعلشان اقرب لك الصورة شوية، عايزك تتخيل معايا كده، ويمكن انت تكون عشت هذه التجربة في وقت من الاوقات. تخيل معايا يا محمد يا اللي بتتفرج، او يا يوسف، لان غالبا اللي بيتفرج نصهم يوسف والنص التاني محمد وعبد الرحمن ومصطفى. تخيل معايا يا اللي بتتفرج، لو انت قاعد في اوضه زحمه مليانه ناس كتير جدا جدا، كلهم لابسين تقريبا نفس اللبس وعاملين تقريبا نفس قصة الشعر، وكلهم بلا استثناء بيتكلموا نفس اللغة، لغة انت مش فاهمها ولا عارف تكون منها جملة مفيدة. وكل ما تحاول تتكلم مع حد فيهم يطلع مش شايفك اساسا. هو ده حرفيا اللي انا بكلمك عنه. وكل حاجة بدايتها كانت دايما في يوم للأسف الشديد
بتصحى فيه من النوم. هتصحى من النوم هتجهز كنكة بن ترفعها كلها على بقين 3 وانت بتشرب سيجارتك في البلكونة، او لو ما بتشربش سجاير فانت على الاقل بتضيع فلوسك في حاجات تانية اتفه بكتير. واخد شقة في نصر الدين في الهرم ناحية العمرانية، شقة تعبانة جدا، دور تالت او رابع في شقق تعبانه جدا تدل على ان اللي عايشين فيها ناس طيبه، وكتر الف خيرهم ان هم عرفوا يطلعونا اصلا ونعيش في هذه الحياه. شقتك الصغيره اللي انت مأجرها دي حاطط فيها كام جهاز بسيط كده، غساله نص اوتوماتيك من اللي بتحط فيها الهدوم وتديها بالرجل علشان تشتغل، تلفزيون 15 ولا 16 بوصه اللي هو اللي مهنج ده، وهكذا. وطبعا والدنيا عندك كحيانه خالص ودنيتك صعبه، وكل الاجهزه دي انت جايبها اصلا من فرع بي تك اللي قدامك الناحيه التانيه قبل ما يقفلوا شارع الهرم بحوالي 10 سنين، والاقساط بتتدبر من هنا وشويه من هنا، وهي ماشيه ومحدش بيقول لك انت بتعمل ايه. نازل على السلم في اليوم ده شميت ريحه اكل بيتي، طشه ملوخيه، باميه، صينيه بطاطس، كلام انت ممكن تكون بتسمع عنه بس في احلامك، لان انت غالبا عايش لوحدك بقالك كتير جدا، بقالك كتير جدا جدا ما اكلتش اكل بيتي، فتصعب عليا نفسي واقوم جاي نازل اتدنجل على السلم لحد ما تطلع للشارع. وقتها انا كنت شغال في استوديو تصوير صغير جدا جدا اسمه فوتو سونيستا بتاع راجل طيب اسمه عم مجدي، وكان ساعتها يا دوب لسه الفوتوشوب ده الناس بتتعلمه من الكتب او كورسات بيشتركوا فيها من على الايميل وبتتبعت لهم الحلقات على الايميل. الفوتوشوب ده كان حاجه زي السحر. تخيل احنا معانا الفوتوشوب في زمن كان يقول لك ان موبايل الان 95 بيقلع، بيصور الناس عريانه، بيصور من تحت الهدوم عشان في خاصيه اسمها الانفراريد. فانت متخيل ساعتها العلم والوعي كان عامل ازاي في الناس. يعني زي ما قلت لك الاستوديو كان بتاع عم مجدي، راجل محترم طيب، بيحب النظام، بيحب الهدوء وبيحب الادب والاخلاق، وما بيكرهش حاجه في حياته غير انك تسال ليه. يعني الراجل ده كان المفروض في يوم من الايام يبقى ذو منصب ما او سلطه ما، لكن يعني قرر ان هو ياخد الاستوديو بتاع العيله، الاستوديو الازلي بتاع سونيستا ده اللي توارثته الاجيال حتى لحظه عم مجدي، واللي انا كنت شغال معاه فيها. كنت شغال بعمل ايه؟ هو عم مجدي كان بيصور وانا كنت بعمل ايديت للصور. عم مجدي يقول لك اعمل كذا تقول له حاضر، وبعد كده تساله ليه. تسال عم مجدي ده امتى؟ تساله لما يكون باله رايق. وعم مجدي كان من جيل مواليد الاربعينات والخمسينات، الجيل اللي خد كل حاجه لكنه في نفس الوقت اتحرم من اهم حاجه في الدنيا. جيل الاربعينات والخمسينات اللي كان منه عم مجدي، وطبعا دلوقتي عم مجدي اظن يعني اتكل على الله، لكن جيل الاربعينات والخمسينات ده هو اكتر جيل في الدنيا كان بيكره كل الاجيال اللي بعده. جيل البيبي بومرز دول اللي هم جم بعد الحرب العالميه الثانيه على طول، اللي عاشوا تقريبا كل مميزات الحياه لكن من غير ما يعرفوا انها مميزات كانوا شايفينها حقوق. فبقى عنده حقد وحنق وكراهيه شديده جدا جدا لكل ما هو حديث واصغر منه في السن. لكن عم مجدي كان اظن منفتح شويه، لان يعني ربنا كان حرمه من نعمه كلنا كرجاله نفسنا فيها على الاطلاق ويمكن كستات، الا وهي نعمه الخلفه. فعم مجدي كان نادرا لما تلاقيه مبتسم او رايق. كان بيبقى رايق امتى؟ لما تسمع صوت الست جاي من مكتبه. ولا اكيد انا اقصد الست ام كلثوم، الراجل كان كبير ساعتها يعني مش جاي منه خالص انه يبقى في ست تجيله مكتبه في سن زي ده خالص يعني. ولو رايق قوي 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 هتلاقي صوته هو اعلى من صوت الست في جاي من المكتب بتاعه. اظن انا بروح في حته مش حلوه، فخلينا نرجع تاني. في الحاله دي انت تقدر تطلب من عم مجدي اي حاجه وانت مطمن مليون في الميه انه هيعملها لك. في اليوم ده عم مجدي جه متاخر شويه كالعاده، شاور لي على شاشه الجهاز وقال لي ازيك يا يحيى بيه، صور الفرح اللي معاك لازم تخلص النهارده، الناس دي مستعجله عليها قوي. بلعت تريقته عليا وقعدت قدام الجهاز، فتحت النيو فولدر اللي كان جوه النيو فولدر اللي اسمه جي كي كي جي كي جي كي، وفتحت صور الفرح وبدات اشوف يا ترى يا هل ترى ايه اللي محتاج تعديل. والله الاستاذه عندها حبايه هنا اللي عارفه ان عندها فرح فعايزه انها تشيلها، والاستاذ هنا يعني احول فجاه في الصور وطالع في صوره الفرح، في صوره فرح وعامل كده. ده غالبا انا في صوره فرح يعني. انا صوري في الفرح كانت صعبه جدا. المهم مين نسي يشيل شويه من دقنه هنا فاساويله الدقن وبتاع، تشيل الشعريتين البيض اللي كانوا في الدقن، تبيض السوالف ولا تسود السوالف، تعمل مش عارف ايه، تشيل العروق اللي جوه العين اللي باظه اللي عينه حمراء اللي كان باين انه مصطبح النهارده او اللي مطبق 3 ورديات قبل الفرح، وهكذا. مين ما كانش باصص للكاميرا تخليه يبص عليها، مين شعرها منكوش تلمه، ومين واقف معوج تظبطه. من ضمن الصور الكرنج بتاعت الافراح العريس بيضحك وهو ماسك ايدين مراته وباصين في عينين بعض كده بمنتهى الكرنج، وهي باصه في عينيه ومطمنه، على راي الفنانه انغام اغاني الافراح دي، باصه في عينيه ومطمنه كده وبتاع، وهو يعني بيحاول يطمنها فحاطط ايده على كتفه. عارف انت الصور اللي هي صور الناس الكبيره في السن يا اسطى، عارف؟ يا نهار ازرق، هو في ايه يا اخوانا؟ الاستوديو هينفجر بيا المره الجايه ولا ايه؟
نعيد تاني الحته دي معلش يا حبيبي. يا ساتر يا رب. فهو قاعد حاطط ايده على كتفها كده وهي باصه في عينيه، حاجه في منتهى الحب، ولسان حالها بيبين قد ايه ان هي مطمنه، لانها شايفه مستقبلها جوه عينيه، وشايفه مستقبل مضمون وحلم عمر بيتحقق، وكلام كتير جميل كده يا رب نعيشه. ومع كل صوره كنت بظبط اضاءتها كنت بحس ان في ضلمه بنت لذينه جوه دماغي عماله تضلم اكتر. انا نور لك في الاضاءه اللي على وشك يا ابني، لكن بتضلم عليا وعلى سنيني وعلى مستقبلي وعلى الاحاسيس اللي انا حاسسها، لان اكيد مش دي الشغلانه اللي انا عايز اشتغلها وانا طالب في الكليه، مش ده اللي انا عايز اعمله في شبابي وافني فيه عمري. مش عايز افضل اعدل في ابتسامات الناس على الشاشه وانا اصلا مش عارف اعدل اي نيله في حياتي. خلصت الشفت زي ما خلصته، واخر اليوم وانا طالع العماره لمحت راجل غريب جدا واقف عمال ايه، عارف انت الناس اللي بتلبس المقلمه دي، شبه اللي بيلبسوا الحزام اللي بيبقى على البطن ده كده، واقف وكانه تايه. سالته هو سيادتك بتدور على حد؟ قال لي اه هقول لك. فمسك معاه كشف ورقي كبير كده وقعد يقلب، فقال لي تعرف في حد ساكن معاكم هنا اسمه يحيى؟ قلت له انا يحيى، خير. راح مطلع ورقه من معاه عليها اسمي الثلاثي ورقم بطاقتي وادهاني. قريتها، كريت عيني عليها بسرعه كده، وقال لي لازم تدفع القسط في ميعاده والا هيبقى فيه غرامه، وبعدها هتتسحب منك الحاجه بشكل نهائي، غير ان هيترفع عليك قضايا. الورقه مكتوبه بخط خشن كده وناشف، تحس ان اللي بيكتبها كان بيسب ويلعن، ومكتوب بطريقه قاسيه. من الاخر هو انذار بالسداد، وكانه كان تهديد بالسداد مش انذار بالسداد. حسيت طبعا انها مش ورقه، حسيتها سلبه، حبل خشن مفتل بيلف حوالين رقبتك، حبل هتتربط منه لوقت طويل جدا لحد ما تخلص من الاقساط اللي عليا. وسبحان الله الكلام ده كان في الالفينات في بدايتها. دلوقتي انا في 2026 وما زلت بجري من الاقساط وبجري من الديون، وحالتي ما يعلم بها الا ربنا. بس دي وقت تاني، في وقت تاني نبقى نحكيهولك في وقت تاني بعدين. شكرت الراجل لانه في الاول وفي الاخر مندوب ملوش اي ذنب وملوش اي دعوه باللي بيتقال واللي بيحصل. وقلت له بص انا هبقى ادفع في البنك اول ما الفلوس تتدبر ان شاء الله باذن الله. كملت طلوع على السلم وانا بضرب نفسي بالجزم وبضرب اخماس في اسداس وبكلم نفسي كأنه سبحان الله يا اخي انا محكوم عليا اعيش كل هذه التجارب، لكن واضح انه مش لوحدي اللي عايش ده، لان ناس كتير مننا بتتجرجر في اقساط وبتتبهدل وحالتها بالبلد. شايل الورقه على كتفي حرفيا وطالع بيها السلم، وتقيله قوي على ظهري، لحد ما شفت عم مين، عم جمال. ويبدو من اسم عم جمال تعرف هنا ان عم جمال ده كان مواليد الخمسينات. اي طفل اتولد في مصر من الخمسينات والستينات فغالبا كان يا اما اسمه ناصر يا اما اسمه جمال. وعم جمال كان برضو واحد من المواليد الخمسينات والستينات، الجيل اللي اتولد في وقت الحرب الباردة ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي، الجيل اللي عاش حياته كلها خايف ومرعوب لكنه مطمن وحاطط في بطنه اجدعها بطيخه صيفي. فعم جمال كان نازل ساعتها من على السلم، نازل ومعاه مراته طنط. والله طنط ايه مش فاكر بقى، كان اسمها اجلال باين ولا تفيده ولا مش فاكر والله، بس لكن كان نازل ومعاه المدام بتاعته. شكلهم نازلين زياره لحد من قرايبهم، متشيكين كده، وهو لابس البدله المقلمه بالطول وهي لابسه يعني حاجه شياكه برضه وبتاع، ويبدو ان هم رايحين زياره لحد من قرايبهم. لاني قلب وشي فسالني مالك ياض وايه الورقه اللي في ايدك دي، ومن غير ما ياخد رايي خالص بكل جمال هذا الجيل الجميل راح ناتش الورقه من ايدي وقال لي ما تقلقش ياض انا معاك وزي ابوك، لو احتجت اي حاجه بقول لي. وراح مديني الورقه تاني كده في ايدي وراح مطبطب على ايدي ومشي. فبقول له الله يخليك ربنا يخليك يا عم جمال ما تقلقش انا هتصرف. قال لي انتوا جيل خايب ومش عايزين تتوظفوا في الحكومه وشايفين ان الوظيفه عيب وحاجه تقلل من البني ادم، مع انها يا ابني دخل مضمون ومعاش مضمون ووقت شغل محدد ومعين. لكن ازاي انتوا عايزين تشتغلوا بمزاجكم، مش عايزين لا قيود ولا شروط. خدت نفس عميق وقلت له كلمه كمان هديلك النفس العميق ده يا عم جمال. كنتش عارف طبعا المفروض ارد عليه اقول له ايه، راجل كبير ورخم جدا وسخيف وسئيل وبيتكلم بالطريقه دي، لكنه من جواه هو اكيد طيب. لكن هو برضه يظل شايف سبعتي تمانية، وانا هفضل طول عمري شايف تمانيته سبعة لحد ما نتلاقى في ارض محايده. وبرضه هديله النفس العميق ده. ابتسمت له نص ابتسامه وقلت له ايه ربنا يسهل يا عم جمال، سلام عليكم. طبعا هو برضو لان هذا الجيل ما بيعرفش يقفل التليفون امتى او يقفل الخط امتى او يقفل المكالمه امتى، فهو كان واقف قدامي وحرفيا خلاص يا اسطى قلت لك سلام عليكم، مفيش حاجه بيتقال بعد السلام عليكم. عارف انت زي في الشات كده لما تبعت لحد ايموجي او ستيكر، خلاص يا اسطى هترد على الستيكر، هترد على ايموجي، خلاص بقفل الكلام. لكن هنقول ايه؟ قال لي قول يا رب انت كويس ومجتهد وربك عمره ما بيسيب حد لجأ له، فكر في كلامي كمل وخد الشهاده بتاعتك وتوظف يا ابني زي بقيه الناس. فانا بالنسبه لي
الله! أتوظّف زي بقية تعالَ لي بس معلش يا عم جمال، أتوظّف إيه اللي زي بقية الناس يا عم جمال؟ عم جمال أنت كان في عقد اجتماعي ما بينك وما بين جمال، هو قال لك خلّص التوجيهي وادخل مدرسة من المدارس دي أو جامعة من الجامعات دي أو كلية من الكليات دي، وإحنا هناخدك نوظّفك في القطاعات اللي إحنا عملناها، ليه؟ لإن إحنا لسه خارجين من احتلال ومن عصر ملكي، فعندنا براح، الحاجة كلّها بتاعة الدولة، فيالّا بينا نكسّر الدنيا ونودّي ونروح. صح؟ طيب سيادتك اتوظّفت، اشتغلت بتراب الفلوس وخدت شقة ب3 تعريفة واتجوّزت الحاجة اللي معاك دي بكرتونة بيض، ويمكن كان ممكن تجيب لها كل يوم جنيه دهب ما حدش كان هيقول لك أنت بتعمل إيه، مرتبك في الشهر كان بينزل لك تموين بيجامات أصلًا، كنت متدلّع وبتعمل وبتسوي، قصاد حاجات تانية، أنا دلوقتي في سِنّي عندي امتيازات تانية ما كانتش عندك وقتها، أنا فاهم ده، وأنا مش باتمرع، أنا مش عايز أعيش حياتك يا حاج، أنا شايفك دلوقتي عايش مستريّح، بس أنت خدت كل حاجة زمان، خلاص شكرًا كل سنة وأنت طيب، أنا وقتي دلوقتي ما ينفعش خالص فيه وظيفة، ما ينفعش يا عم جمال، عمري ما هابقى مقتدر ماديًا في وظيفة من 9 to 5 يا عم جمال، إحنا بنشتغل علشان يبقى معانا فلوس، علشان نروح نتعلّم حاجة بالفلوس دي تدّينا مكانة أحسن، فنشتغل في مكان أكبر، لكن أقعد في وظيفة أنت عمرك كنت قلقان على نفسك يا عم جمال، عم جمال أنت عمرك في حياتك ما دخلت interview إيه أصلًا؟ أنت عمرك ما فكّرت أبدًا في سؤال أنتم على سنكم لو كنتم تعرفوا يعني إيه interview ما كانش هيبقى في دلوقتي صلاح أبو المجد، وكان هيبقى في كمية الناس اللي يطلعوا يقولوا لك ترد إزاي على سؤال شايف نفسك فين بعد 5 سنين، وعمرك ما هتلاقي البوستات الطويلة بتاعة إزاي تبقى معاك فلوس ما حدش فيكم كان مهتم أصلًا. ليه؟ عشان أنت كده كنت لاقي الأساس بتاعك، ما كنتش بتنام من غير عشا يا عم جمال، الشقة اللي أنا بادوخ عشان أجيبها إيجار والأجهزة اللي أنا باتشقلب عشان أجيبها قسط، كانت بتيجي لك كده يا عم جمال، أنت كنت بترجع من شغلك الساعة 14:00 جايب البطيخة والجورنان وتقعد بقية اليوم مع عيالك والّا مع مراتك والّا تقعد تتخانق والّا ترازي في خلق الله، إحنا ما عندناش الoption ده يا عم جمال، وأنا مش زيك يا عم جمال ووقتي غير وقتك، أنا عمري ما هاعيش عيشة نضيفة وأنا قاعد مستني وظيفة، صح؟ المهم طبعًا أنا ما قُلتلوش كل الكلام ده، أنا باقوله له دلوقتي. طلعت البيت، دخلت وأنا باخد نَفَسي وحاسس بيني وبين نَفْسي كده عدم المؤاخذة ومكسوف أقولها، حاسس كده عدم المؤاخذة إني مش قد المقام، حاسس إن أنا قِلّة أوي، حاسس إن أنا مش راجل، حاسس إن أنا مش مسؤول، حاسس إن أنا مش قادر أشيل مسؤولية نَفْسي. ليه؟ لإن أنا حاسس إن أنا في زمن مش زمني ومش شبهي، وحاسس إن الناس اللي حواليّا مش شبهي، وحاسس إن الدنيا مش بتاعتي، وحاسس إن الأفكار اللي جوّه دماغي مش موجودة عند ناس تانية، غالبًا كده يا إما أنا اللي فيّا مشكلة، يا إما الوقت والزمن اللي أنا موجود فيه هو ده اللي فيه المشكلة، وأنا باقولها لك أهو، المشكلة فيّا أنا أو فيك أنت، مش في اللي حواليك خالص، أنا جاي لك من هناك. أول ما الدنيا ليّلت قررت أنا مش عايز أقعد في البيت، مش عايز أتساب في الوقت فاضي وبعدين هاقعد أتفرّج على حاجات سخيفة جدًا ما لهاش أي معنى على التلفزيون، فقررت أنزل أقعد فين؟ في ملجأ من لا ملجأ له، السايبر، قعدة المهمشين والبسطاء اللي بيشككوا وبيقعدوا وبيفتحوا open على الجهاز، وغالبًا بيبقى في القليل والقليل من تجار المخدرات قاعدين جوّه. نزلت قعدت في السايبر، والسايبر بالنسبة لنا يا جماعة في الوقت ده ما كانش مجرد مكان بنروحه، ده كان عامل زي أوضة الطوارئ، كُلّه دوشة، ناس قاعدة بتلعب Medal of Honor والناس بيلعبوا Counter Strike واللي بيشتم علشان حد لعب بالبوازيك وناس بتبعت بازات لبعض في الياهو، وكُلّه ساعتها كان بيدخل على الياهو يحاول يتعرّف في غرف الشاتات اللي هناك دي، علشان خاطر يتعرّف على واحدة أجنبية يشقطها ويروح يعيش على قفاها برّه، واحد تاني بيشتكي إن سماعته مش شغالة، وصاحب المكان صوته عالي وهو بيقول للناس الساعة كام ومين فاضل له وقت قد إيه، وأنا قاعد زي إيه، زي بياع الربابيكيا، بجد ما اعملش أي حاجة، سامع كل الدوشة اللي في الشارع وكل اللي في دماغي أي حاجة، أي خُردة قديم، أي حاجة للبيع، فاهم؟ حرفيًا عايز أبيع أي حاجة علشان أعرف يبقى معايا فلوس، علشان أعرف أجيب أدفع الأقساط اللي عليّا بتاعة الأجهزة. عمرك شُفت غباء كده في الدنيا؟ لإن أنا فعلًا إنسان غبي، إنسان غبي، أنا باشتري حاجة بالقسط، يعني بالدين، ولمّا اتزنق لإن أنا أصلًا شغّال شغلانة بتجيب لي فلوس قليلة، ما هو برضه اعقلها معايا، أنا شغّال شغلانة بتجيب لي في الشهر 10 جنيه فرُحت اشتريت تلفزيون ب100 جنيه والمفروض إن أنا هاقسّطه، ال10 جنيه اللي أنا باكسبها في الشهر دي بادفع منها أكل وإيجار وبتاع وأبصر وما أدرك وبتاع وبلا، بلا، بلا وأكل وشرب والكلام ده، فاشتريت التلفزيون، فبقى عليّا قرض التلفزيون ما أنت طالما هتشتريه قسط يعني ده قرض، فأنا مشتري التلفزيون فأنا المفروض أسدد تمن التلفزيون، ال10 جنيه بتاعتي هي أنا كنت فاكر إن أنا لمّا هاشتري التلفزيون دلوقتي ربنا هيكرمني بقى بعدين وهاعرف أشتغل شغلانة تانية أو ييجي لي زيادة في المرتب أو حاجة، فأنا ما زال دخلي ثابت ومحتاج أدفع قسط التلفزيون،
فمع الوقت هيتسحب مني التلفزيون، لان انا ما بقاش معايا ما يكفي ان انا اتفرج على التلفزيون. انت متخيل؟ يعني انا مشتري بقرض حاجه رفاهيه علشان اضيع وقت قدامها. اهي الحاجه الرفاهيه دي عمرها في حياتها ما هتجيب لي فلوس عشان تصرف على نفسها، انا مش مشتري مكنه يعني. فهو حرفيا التلفزيون ده لما هتخلف عن سداد اقساطه هيتسحب مني التلفزيون، وهفضل لابس اقساطه والتلفزيون نفسه مش معايا. نفسي اعرف مين الغبي في الدنيا اللي ممكن يعمل حاجه في منتهى الغباء كده. اكيد انسان غبي وذكائه مضمحل اللي يروح يشتري تلفزيون بالقسط وما يعرفش يدفع ثمنه، ويتسحب منه في الاخر ويفضل يدفع ثمنه برضه، يدفع الاقساط بالفوائد. هي دي كلها كانت الدوشه اللي في دماغي ساعتها. انت عارف برضه في 2005 لحد 2008 الوضع ما كانش ولا بد قوي. ساعتها فيلم حين ميسره بقى وكده رضا والحاجات دي. مشكلتي الوحيده ان انا قاعد في السايبر، انا ولا عايز العب ميدل اوف اونر، ولا عايز العب فيفا 2007 بتاعت رونالدينيو، ولا عايز العب اي حاجه من الحاجات دي، ولا عايز اقعد اتفرج على الحاجات الشمال اللي العيال بيفتحوها ويتفرجوا عليها دول، ولا عايز اشوف الفيديو بتاع الفن وهي بتستحمى، ولا عايز اشقط واحده اجنبيه واروح اعيش على قفاها، ولا اي حاجه من الكلام ده، ولا عايز اشوف يا سيدي افلام عربي ولا افلام انجليزي لسه نازله، ولا عايز احمل العاب ولا اي حاجه. انا جاي اقعد اقلب في الفيسبوك شويه وبعدين افتح الميل اشوف درس الفوتوشوب الجديد اللي انا مشترك فيه بعتوا لي المحاضره ولا لا. لقيتهم الحمد لله باعتين لي اللينك على رابط شير، فتحته وبدات انزله، وانا مش بعمل اي حاجه تانية غير ان انا قاعد اتفرج على العداد بتاع الداونلود. ولان النت كالعاده كان بيبقى بطيء، كنت بوقف الماوس، السهم بتاع الماوس على الحته الخضراء بتاعت الداونلود دي عشان اتاكد ان النت شغال واشوفه هو بيعدي ويسبقه. وخلال هذه الفتره قاعد عمال افكر في دماغي كان فين عقلي وانا بستلف، كان فين عقلي وانا بعمل، كان فين عقلي وانا بسوي. والحمد لله نزلت المحاضره وفتحت الكشكول وبدات اكتب بالقلم الرصاص. انا عايز ابقى احمد فهمي بتاع الفوتوشوب، فاهم يعني؟ انا عايز ابقى اجدع واحد في الدنيا في الفوتوشوب. عايز اتعلم ازاي ابقى فريلانسر في وقت ما كناش نعرف يعني ايه فريلانسر، بس كنت عايز اعرف ازاي اجيب شغل من بره. عايز اعرف اعمل مصالح، اعمل فلوس، ازاي اعرف اطلع من الدايره اللي مش شبهي اللي انا حابس نفسي فيها دي. الموضوع بالنسبه لي ما كانش فكره ان انا عايز يبقى معايا فلوس او عايز ابقى غني، لا، انا عايز ابقى انا، عايز ابقى لما عايز اشتري حاجه اشتريها وانا مستريح للقرار ده، ما افضلش افكر 100,000 مره لو عايز اكل اكله حلوه او اكله نظيفه، او لو عايز اخرج خروجه حلوه انا واصحابي، لو عايز اجيب لنفسي طقمايه جديده، عايز ادلع نفسي باي شكل من الاشكال، ما بقاش بندم او بحسبها بدل المره 2 و3 و10 لان انا مش معايا فلوس. انا عايز ابقى انا بمنتهى البساطه. تاني يوم وانا نازل رايح الشغل لقيت حوده ابو حنفي واقف مستنيني قدام البيت. محمود ده كان هو الوحيد اللي كان صاحبي في هذه الفتره التعيسه، ودايما محمود ده تحسه مستعجل، صاحبك اللي دايما وراه حاجات ومحدش شايفها غيره، الوقت ما بيتحركش عند حد في الدنيا دي كلها غيره، وهو نفسه بيتحرك كأن في حد بيجري وراه، دايما تليفونه بيرن، دايما مشغول، دايما فاهم احمد السقا في نفسه كده وبتاع. والمره دي الموضوع ما كانش مختلف عن كل مره. وشه كان شاحب ومبيض زياده عن اللزوم، تحت عينيه مسود، وقالب وشه كانه انا في معرض الكتاب مثلا. اول ما شافني قال لي بقول لك ايه يحيى، انا لازم اتجوز قبل دخله الصيف. قلت له ماشي خلاص انا موافق، يعني تمام توكل على الله. قال لي موافق على ايه يا اسطى؟ قلت له انت مش بتستأذني، انت مش بتاخد رأيي يعني، فانا بتشوفني عشان انا خاطر صاحبك الذكي اللي بيفهم؟ تمام ماشي انا موافق، اتفضل اعمل ده. فمحمود عامل زي ايه، عارف انت الممثل اللي لسه داخل جديد عايز اللي هو حافظ كلمتين فعايز يلحق يقولهم قبل ما ينساهم؟ قال لي افهم بقى، اهل خطيبتي قافلين دماغهم وعايزين الجهاز والشقه والذهب قبل الصيف، وانا مرتبي يا دوب بيكفيني بالعافيه. انا زهقت والدنيا عماله تقفل في وشي اكتر، كل مدى بتقفل اكتر من الاول. انا ما اعرفش يعني، انا اسف والله العظيم يا حوده، انا ما اعرفش انت ليه بتقول لي الكلام ده، يعني ايه اللي اقدر اعمله علشانك يعني؟ فانا قلت له طب انا مطلوب مني اعمل ايه يا حوده، انا مش فاهم. راح مقرب مني خطوه كده وابتدى يتكلم بنبره اللي هي نبره الرجاله لما دي، عارف اللي هو الرجاله لما دي بيستعطفني. فقال لي بص يا اسطى، انت ذكي وشاطر وكلامك حلو وبتقدر تقنع اي حد باي حاجه، وانا بصراحه يا اسطى محتاج مساعدتك. فانا الكلام ما عجبنيش، قلت له كلامنجي؟ يعني ايه يا اسطى كلامنجي؟ فقال لي يعني زي ما قلت لك انت تقدر تقنع اي حد باي حاجه يا اسطى، وانا محتاجك معايا في شغلانه صغيره كده، وهلم بس الفلوس اللي محتاجها وانت تلم اقساطك برضه ونمشي الدنيا مع بعض. الوقت ده يا جماعه كان اكتر حاجه مشهوره في لما حد يجي يكلمك على مصلحه او شغلانه، كان يقول لك ان هياخد الفلوس يشغلها لك، ده اولا، او يقول لك على كيونت. وقصه كيونت والتسويق الشبكي دي انا حكيتها لك قبل كده في قصه التسويق الشبكي، اكتب يحيى عزام تسويق شبكي واتفرج عليها وهتتبسط. ايام ما كان لسه ايه، ايام ما كنت انا وانت لا نحمل هما، كناش شايلين مسؤوليه حد غيرنا. الحياه بتبقى سهله طول ما انت شايل مسؤوليه نفسك بس، ما تبقى شايل مسؤوليه ناس تانية تبقى صعبه موت. المهم سالته شغلانه ايه يا اسطى، لان انا من جوايا فاهم وعارف كويس قوي، وانت المفروض تكون فاهم وعارف كويس قوي ان اي شغلانه بتجيب فلوس سهله وكتير
بتبقى يعني وراها حاجات كتير مستخبيه وعليها علامات استفهام. فقال لي لا 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 لا، ده كول سنتر، هنكلم ناس نقنعهم باشتراك بسيط في كام حاجه كده وناخد نسبتنا. تنحت له كده قلت له اشتراك ايه ولا ابو حنفي، اوعى تكون نصبايا يا محمود، اوعى يا اسطى. قال لي يا عم عيب عليك والله، هو اشتراك بسيط هنقنعهم بيه وشكرا، كل سنه وانت طيب. قالها بمنتهى البراءه كانه كتكوت، كما الطفل البريء. لكن انا مش غبي، انا كنت ذكي بما فيه الكفايه لدرجه اني فهمت ان البراءه اللي هو فيها والكيوتنس والوش اللي هو كان عامله ده انيل باللام مش بالكاف من الشر ذات نفسه. يوميها رحت رايح الشغل، حلو، رحت رايح الشغل دي تعرف تقولها 10 مرات ورا بعض. يوميها رحت الشغل كنتش مركز في اي حاجه، قاعد بس بفكر في كلام محمود، وانا قاعد عمال اعدل في بق العروسه وانفخ لها شفايفها وبتاع واظبط الشعر بتاع العريس وبتاع والكلام ده كله. وبيني وبينك انا ما كنتش مرتاح للكلام، لان حاسس ان الموضوع فيه قررت ان انا هقول له ايه، فكك. ساعتها كانت الكلمه دي هي فكك مني وبتاع والجو ده. كنت عايز اقول له فاكس، ساعتها كنت عايز اقول له فاكس، انا مش مرتاح وبتاع، ودي شغلانه مش شبهي، والناس اللي فيها مش شبهي، وهذا المجتمع مش شبهي. وطبعا حتى الان الكول سنتر مش شبهي، بس على الاقل دلوقتي بيعملوا فلوس. لكن بمجرد ما دخلت البيت طبعا وانا عمال اقلب الكلام ده في دماغي، شفت انذار الدفع اللي كان قد كده، انذار دفع والله قد كده، مرمي على الطاوله. عارف اللي هو يقول لك ايه، انا لا اجادل ولا اتناقش، انا اضع ايصال الدفع ولا انذار السداد على الطاوله واقترح مصه. حرفيا هو كان قاعد مستني ان انا امصمص لهذا ال وطبعا هو ده اللي انا كنت المفروض افكر فيه بشكل كويس جدا، هذا الانذار بالسداد. وللاسف الشديد يا حبيب قلب العسلاوي، فانت لما بتبقى مزنوق ماديا تقريبا الاي كيو بتاعك بيقل، وبوصلتك الاخلاقيه بتروح في الزباله، وضميرك بيتخدر او بياخد ايه، مهدئ، وبينام على الجنب اللي يريحه. وفي الحالات دي انت بتتحرك في طرق كان لا يمكن ابدا انك تسلكها في ظروفك العاديه، لان انت في الاساس محترم، لكن الظروف هي اللي بتحطك في ده. صح؟ طبعا غلط، بس هنقول ايه، كلنا بنمرهمها لنفسنا. زي الكلب رحت معاه مكتب الكول سنتر، واللي ما كانش مكتب ولا كان شركه ولا كان اي حاجه، كان عباره عن مكان كده في شقه في المنيب، شقه صغيره جدا في عماره قديمه جدا، فوق محل موبايلات فاضي، سلم العماره ضيق جدا واضاءتها بيضه قوي قوي قوي، لمبه فلوريسنت كده، شكلها سيء جدا تتعب العينين، وريحه الشقه سجاير تحرق الصدر. جوه الشقه كان في شويه دكك مش مكاتب، رخيصه جدا، وسماعات ارخص ضيقه بتزن وبتمسك في الدماغ، وورق محطوط قدامك على شاشه عليه سكريبت جاهز ما بتغيرش فيه كلمه، ولو غيرت فيه كلمه هتعرف ايه اللي هيحصل. السكريبت كان عباره عن خطوات انت المفروض تمشي عليها بالحرف. خليك هادي، طمع الزبون، بيع الاشتراك. ورقه تانية فيها التارجت اللي لازم سيادتك تحققه. والمدير كان مين؟ كان شاب ضخم جدا، طوله حوالي 206 سنتي، اكبر مننا حوالي ب3 4 سنين، بيعدي ما بين الكراسي كانه مراقب ثانويه عامه، وبيتفرج علينا كده فاهم من تحت النضاره الشمس. ويا مزاجك لو كان لمحك مش مركز او المكالمه خدت منك اكتر من دقيقتين، كنت تلاقي حد مسكك من كتفك كده ويقول لك الزبون اللي ما يشتريش في اول المكالمه اقفل السكه في وشه، الوقت اللي هتضيعه وانت بتقنعه في زبون تاني ناوي يشتري هو اولى بيه، وكله في الاول وفي الاخر على التارجت بتاعك. ومجرد ما كنت احط السماعه على ودني بتحول لكائن تاني، مش انسان خالص، لابس قناع بتاع حد تاني مش شبهي، حد انا معرفوش اطلاقا، حد انا بكرهه بزدريه، وماضي انا عايز اتنصل منه وابعد عنه وانكره تماما. ومفيش تدريب، مفيش اي حاجه خالص، انت بتترمي من الدار للنار. وقتها احنا كنا بنبيع اشتراكات الجزيره الرياضيه ولا يا رب اشتراكات الاي ار تي باسعار مخفضه، كنا بنبيع اشتراكات، كنا بنبيع حاجات زي من الاخر كنا بنبيع اشتراكات متهكره وعديها علشان هي هتعدي، وبنبيع بعض العروض الوهميه لناس طيبه وغلابه ما يعرفوش اي حاجه في الدنيا. وكان الموضوع كله عباره عن ايه، ان هم بيتبعت لهم وهم معانا على التليفون تكست مسج، التكست مسج دي بيدخلوا رقم معين بيتخصم منهم هذا الرقم. عدت اول مكالمه وتاني مكالمه وانا مش فاهم انا بعمل ايه، عامل زي الحمار حرفيا اللي دخل لجنه امتحان. مع تالت مكالمه بدات احفظ لازم اقول ايه او اعمل ايه، والمفروض اتصرف ازاي واتكلم ازاي. بدات اعرف ازاي اتعامل مع الناس ومع المكالمات وضغط الشغل. ابتديت القط الباترن بتاع السيلز. اي بني ادم في الدنيا دي اكيد عنده مشكله، انت لازم تقنعه ان هو عنده هذه المشكله، انه ازاي ما بيتفرجش على الدوري الانجليزي على الاي ار تي، ازاي ما عندوش اي ار تي سينما، ازاي ما بيتفرجش على شيء على الشاشه واو اس ان والكلام الجميل ده كله، والشو تايم كانتش او اس ان، كانت الشو تايم ازاي ما عندوش اشتراك في النادي الفلاني ولا اشتراك في النادي العلاني، ازاي ما عندوش
كذا، ازاي ما عندوش كذا، تبدا تحسسه انه محتاج ده علشان حياته تبقى كويسه، وبعدها تخليه يشترك معاك ويشتري. الناس كانت بتقتنع والفلوس كانت بتتحول، والموضوع كان بمنتهى البساطه. هيدريشن بريك، الفلوس بدات تزيد، التارجت بدا يتحقق، وده بالنسبه لي كان زي المخدر اللطيف الجميل او المسكن اللي بيخليك تحس ان انت تمام وما بتتألمش، حتى لو انت من جواك اصلا خلاص هيجيلك انزلاق غضروفي ومش حاسس. وفي وسط هذه المكالمات اللي انت عمال تبيع فيها الهوا في ازايز للناس، ردت عليا في احدى المكالمات ست كبيره صوتها شبه صوت ست الله يرحمه، صوتها ناعم وهادي ومتهدج، بتتكلم ببطء شديد جدا، وصوتها فيه حته الحشرجه بتاعه الكبار في السن لما يبقوا لسه صاحيين من النوم. قلت لها على الموضوع وفهمتها ان احنا بنبيع كذا كذا كذا، وهي كانت ذوق جدا جدا. فهي بتقول لي انت بتقول اشتراك بسيط يا ابني، يعني كام؟ وهل بيشغل قنوات الكوره؟ قلت لها حاجات بسيطه يا ست الكل، والدنيا امان يعني، بتجيب كل حاجه ممكن تتخيليها، قنوات الكوره وقنوات الافلام والمسلسلات، مش بس قنوات الكوره يعني. فسكتت كام ثانيه وقالت لي طيب بص يا حبيبي، انا معاشي على قدي، بس ابني ومراته الله يرحمهم ماتوا، وحفيدي عايش معايا دلوقتي وهو عنده امتحانات، وانا عايز افرحه، هو بيحب يتفرج على الكوره، فلو تمام هشترك وخلاص ومش خساره فيه. فطبعا الست على قد ما كان صوتها حنين، الا ان طبعا هذه المشاعر الجميله حركت شيء جوايا، لان دي حاجه انا ما عشتهاش، اني احس ان في حد كبير جدا واخد باله مني الى هذه الدرجه، والا ما كنتش هبقى في سني ده مرمي في مكان زي ده عشان بس اهرب من وسط العيشه مع اهلي في الارياف. لكن انا تعبان جدا، والصوت ده تعبني جدا، والوهله حسيت ان في حد لا يستحق ابدا انه يتنصب عليه، وكأن اللي فاتوا دول عادي كان يتنصب عليهم عادي، انما الست دي لا. كلمه ابني ومراته الاتنين ميتين دي خبطت فيا، وكلمه حفيدي عايش معايا دي خبطت فيا اكتر واكتر، وكلمه معاشي على قده دي دبحتني. ما سالتهاش طبعا حفيدك في سنه كام، بس يبدو ان حفيدها كان في سني، لان هي يبدو من صوتها ان هي كانت مواليد تلاتينات مثلا، يعني عندها ساعتها حاجه و70 حاجه و80 سنه، داخله في ال80. فعارف انت لما الكلام يبدا يداعب ذكرياتك وماضيك وحياتك، فانا قررت انه لا، انا مش هبيع لها حاجه، وغالبا كده حفيدها محتاج ان الفلوس دي تتصرف عليها وعليه. فقررت اكسر السكريبت وقلت لها طيب بصي يا حاجه، انت ممكن تستني عادي، مش لازم خالص تشتركي دلوقتي. لسه ما كملتش الجمله لقيت كف نزل على فاهم الترباس ده، وراح قفشني وبيقول لي انت بتعمل ايه؟ يا تبيع الاشتراك يا تقفل المكالمه وتخلص. الست كملت من غير ما تعرف طبعا اللي بيحصل من الناحيه اللي عندي، راحت قالت لي هو يا حبيبي من يوم ما ابوه مات وهو حزين ونفسي اشوفه بيضحك، انا بس عايزه اعمل اي حاجه تفرحه، هو شاطر وكويس بس محتاج يركز شويه، ولو دي هتخليه يركز ويبقى مبسوط، وبدل ما يتفرج على الكوره على القهوه مع اصحابه يتفرج هنا. فصوتها كان بيقطع في قلبي، والراجل التاني بيقطع في ترباسي، والاتنين بالنسبه لي كانوا في منتهى الرعب. وانا بالنسبه لي قسما بالله العلي العظيم الكلام يعدي على قلبي، يلعن ابو الراجل الضخم اللي واقف ورايا ده، ويلعن ابو القسط اللي عليا، ويلعن ابو الفلوس. احنا بني ادمين يا اخوانا، مش هنعمل كده في الناس. وكانه كان عادي، بس انا هفترض ان ده كان قلم نزل على وشي علشان يفوقني. رحت بصيت للواد المدير ده كده، بصه لفوق كده، وبصيت له في عينيه بمنتهى التحدي والسخافه، قلت لها لا بلاش يا حاج، هو انت اولى بالفلوس دي، تصرفوها ان شاء الله باذن الله في كل حاجه كويسه، اشتراك الكوره ممكن يتاجل، لما يبقى في عرض احسن ولا حاجه هبقى اتصل بيكي اقول لك. سكتت ثانيتين ثلاثه وقالت لي طيب يا ابني ربنا يريح قلبك، مع السلامه، وراحت قفلت المكالمه. وانا طبعا ترباسي عمال يتعصر في الراجل، وطبعا الراجل مش عايز يزعق علشان الصوت ما يدخلش في المكالمه. وساعتها راح واخدني من قفايا كده ودخل بيا المكتب بتاعه، قال لي انت بتلعب يالا؟ لو مش هتعرف تبيع الاشتراك وتجيب فلوس يبقى خساره فيك الكرسي والسماعه، غيرك يتمنى يجي يقعد مكانك ويشتغل الشغلانه دي. قلت له يا ريس انا مش هنصب على الناس، اللي احنا بنعمله ده اسمه نصب وسرقه، احنا بنبيع حاجه مش بتاعتنا اصلا، احنا بنبيع حاجه مسروقه ومتهكره، تقدر تقول لي ان احنا بنعمله ده حلال او من حقنا نعمله؟ قال لي لا والله يا شيخ، مش واخد بالي من العمه والله والقفطان، معلش ما خدتش بالي. هو سيادتك من الازهر؟ حلال ولا حرام ده مش شغلك، انت شغلك تبيع تجيب فلوس وبس، حلال وحرام دي مش بتاعتك انت، ولو كانت بتاعتك ما تجيش يا عم هنا من الاول، لا اله الا الله. ويعني ساعتها اتلطشت اول قلم من الدنيا، بالاحساس مش بالمنطق طبعا، وبالضرب على الترباس وبصوت الست الكبيره، ان مفيش في الدنيا ابدا شغل سهل، لا في الزمن ده ولا قبل كده، ولا لا قبل كده كان سهل والله، قبل كده كان سهل. زمنك يا عم جمال يا راجل يا سهل، في الشغل سهل، الشغل السهل اللي هيدخل فلوس سهله ما بيبقاش رزق، ده بيبقى سيف على رقبه حد غلبان، بتحط السيف ده
على رقبة الحد الغلبان ده أو على رقبة الست العجوزة دي علشان تسرق من قوتها ومن أكل عيش. لكن للأسف الشديد لم يكن عندي من الرجولة والشرف والكرامة إني أنسحب من الشغل ده. كملت غصب عني على الأقل عشان أقبض شهر، عشان أعرف أدفع القسط اللي متأخر عليا وأعرف يبقى معايا القسط اللي جاي. مع إني ما كنتش مبسوط إلا إني لأول مرة أحس إني قادر آخد نفسي، قادر أقوم كل يوم وأنا عارف إن أنا على الأقل معايا فلوس تكفيني إن أنا أعرف أصرف على نفسي. ومتأكد طبعًا إن ده وضع مؤقت، كلّها بتمرهم نفسها بالكلمتين دول، كلّها كام يوم وهتسحب تاني في دوامة القسط الجاي، لإن طبعًا أنا قُلت لك الأقساط دي سلسلة اللي get hooked كل سنة وأنت طيب. وبمجرد ما دفعت القسط بدأت أعد الأيام اللي جاية للقسط اللي جاي، وسبحان الله الكلام ده كان من 20 سنة، أنا دلوقتي ما زلت عايش في نفس الدوامة. مجرد ما بادفع إيجار الإستوديو، مجرد ما بادفع القسطين اللي بابقى أجلتهم لحد نُص الشهر، ألاقي نفسي مزنوق لبداية الشهر اللي جاي. أنا محتاج دلوقتي 15 يوم عشان أعرف أدبّر القسط اللي جاي والإيجار اللي جاي وهكذا. والناحية التانية محمود كان ضاغط عليّا علشان ميعاد جوازه بيقرّب وموضوع الاشتراكات ما بقتش جايبة نتيجة مرضية بالنسبة له هو، لسه ما زال هو محتاج فلوس أكتر ولسه محتاجين إحنا الاتنين حاجات أكتر في وقت قليل جدًا. وأهل خطيبته ضاغطين عليه يا ينجز حاله يا يسيبها وكل واحد يروح من طريق. ساعتها كان جرام الدهب والله العظيم 3 ببلاش اللي بلاش، بس ببلاش اللي بلاش ده كنا بنشقى وبنتعب علشان نجيبه يا جماعة. ففي يوم واحنا قاعدين مع بعض بعد الشغل على القهوة بنشرب قهوة، فبيقول لي: يحيى باقول لك إيه، أنا جو الاشتراكات والنسبة دي ما بقاش مكفيني، أنا محتاج مبلغ كبير، أنا محتاج بلقاية، أنا محتاج لوت واحد، أنا محتاج دفعة كبيرة علشان أقدر أخلص حوار الجوازة ده. صاحبي أنا غالبا كده هاخد قرض بضمان البطاقة وهاحتاجك ضامن معايا. فقلت له: صاحبي انا اضمنك برقبتي والله بس مش بجيبي، يعني اقول لك على حاجه، خد كليه بيعها واستثمر في الكلاوي وتعالى ادفعها لي تاني، ايه رايك في الفكره دي؟ طبعا لا. ضامن ايه وقرف ايه يا عم محمود، وانا يا عم انت صاحبي بس مش للدرجه دي. ضامن دي يعني لو هو ما سددش انا اللي هسدد، صح؟ ولا ضامن ده يعني انا هخش اقول يا جماعه الراجل ده كفاءه؟ اكيد لا، صح؟ اكيد صح ولا ايه؟ مش كده؟ قال لي: يا اسطى انا صاحبك يا اسطى وانت صاحبي الوحيد يا اسطى، وانا والله يا اسطى والله هسدد يا اسطى يا اسطى يا اسطى يا اسطى، انا ماليش غيرك يا اسطى، انا والله العظيم يا اسطى والله انا تعبان قوي يا اسطى، والله العظيم ما هخذلك، والله انا محتاجك يا اسطى، انا اول مره اطلب منك حاجه يا اسطى، يا اسطى والنبي عمري ما هنسالك الجميل ده يا اسطى والله. طبعا باين للاعمى والاطرش والمختل عقليا انه بيبتزني، وانا على قد ما انا بحب الابتزاز الا اني بكره الابتزاز. انا متاكد انه بيبتزني. حاولت اقول له لا يا اسطى ما يصحش وبتاع، بس الرفض كان محتاج قوه، كان محتاج حد غضنفر ليث ضرغام هزبر، وانا مش ليث ولا ضرغام ولا سبع ولا هزبر. انا مزنوق ومضغوط ماديا، فللاسف الشديد انا بحارب وسط ناس مش شبهي، مجتمع مش شبهي، علاقات مش شبهي، حتى صاحبي اللي انا فاكره اقرب صاحب ليا مش شبهي. وقرار ان انا ارجع بلدنا دلوقتي هو اسوأ حاجه في الدنيا، لاني ساعتها هرجع الم جله واعزق في الارض. وعلى قد ما دي كلها شغلانات عظيمه جدا 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 للي عملها وللي بيعملها، الا اني خلاص كبرت على اني اعمل ده، ومحتاج دلوقتي اطلع بره القريه اللي انا فضلت فيها. فانا طلعت منها لكني اتزنقت في مصيبة تانية أنا فيها دلوقتي. وللأسف الشديد وافقت لمحمود على اللي هو عايزه وضمنته وخد القرض، وساعتها القرض كان 60,000 جنيه. في 2008 الدولار ساعتها كان ب4 جنيه ونص، يعني تقريبا خد ساعتها قرض ب15,000 دولار. والضامن كان مين؟ كان أنا. والواد محمود زي أي جربوع مجرد ما مسك في إيده الفلوس وخلص مصلحته ابتدى يبقى بجح، ما يردش على التليفونات، ما يردش على الرسايل، يتقل، يعمل عبيط وهكذا. ويبص لقلقي من موضوع القرض ده بشيء من السخرية والاستظراف. والعشان تكون عارف، فالقرض انت بتستلف دلوقتي اول ميعاد دفع بيبقى بعد شهرين او 3 شهور، وهو خد القرض على 3 سنين. شهر عدى وانا قلقان لان مفيش فلوس وشغال زي الحمار، واخد بالك؟ زي الحمار شغال زي الطور حرفيا، ببيع حاجات نصب للناس علشان يبقى معايا قرش. وفي نفس الوقت ما سبتش الاستوديو، انا ما قلتش دي، انا ما سبتش الاستوديو مع عم مجدي لانه كان بيدخل لي في الشهر حوالي 300 جنيه، كنت يا دوب بشيل منهم الايجار بتاع الشقه اللي انا كنت قاعد فيها و... و... وجزء من الحاجات اللي انا كنت بقدر اصرف بيها على نفسي. وكنت قاعد ساعتها حرفيا شايف النهايه ماشيه ازاي. انا شايف القنبله وهي بتتجمع، القنبله الموقوته دي، وشايفها وهي بيتحط لها المؤقت بتاعها شهرين، وشايفها وهي عماله تك تك تك، وشايف اثر الانفجار ده عليا هيبقى عامل ازاي،
وشايف كل مصيبة هتحصل. الحاجة الوحيدة اللي أنا معرفهاش هي هتنفجر إمتى بالملي، واللي خايف منه واللي أنت كنت متوقعه حصل. محمود فص ملح وداب، زي أقل فيلم عربي هابط. محمود فعلا اختفى، موبايله مقفول، الاكونت بتاعه مقفول، الياهو بتاعه مقفول، مش عارف اوصل له باي طريقه. سبحان الله، محمود برضو كان جاي من الارياف، ومحمود برضو كان قاعد زي في شقه ايجار مع ناس صحابه. اروح له البيت اسال عليه، يقولوا لي لا ده ما جاش بقاله اسبوع. كل ما اسال عليه في اي حته اسمع اجابات مختله عقليا، زي معلش ممكن يكون عنده ظروف، تلاقيه رجع البلد كام يوم وهيرجع. طب هو بلده فين؟ مش عارفين والله. هو كان في الغربيه؟ طب هو كان في الدقهلية ولا كان من بني سويف ولا من السويس ولا كل يوم أسأل عليه يتقال لي يمكن كذا، يمكن مسافر، يمكن مهاجر، يمكن راح يعمل عمرة، يمكن مسحول مع أهل خطيبته. وكل يمكن كانت بتتجمع مع اليمكن اللي شبهها وتعمل حبل مشنقة حوالين رقبتي. واللي كنت خايف منه لتاني مرة حصل. ميعاد قسط القرض جه، ومين اللي المفروض يسده؟ الضامن. ليه؟ لأن الشخص المستحق للدفع الأول مش موجود، فاللي بيسد مكانه هو الضامن. تا 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 مفاجأة مش كده؟ فأنا ساعتها كنت قاعد على السرير كده باصص للأرض بكل انكسار، ولأن اللي أنا فيه ده مش مجرد غلطة إطلاقا، ده درس وبتعلمه وهفضل فاكره طول عمري وهيأثر فيا. وطبعا عمري في حياتي ما هقع في غلطة الأقساط دي تاني، لأن أنا شاطر مش كده؟ لما نزلت الشغل عند عم مجدي، شافني وشاف الهم اللي أنا فيه، شاف ان انا متغير ومش متظبط، فسألني. حكيت له، مش هكدب عليك حكيت له، لان انا حسيت ساعتها ان انا عايز حد افضفض واصيح، عايز اصيح. حاسس ان انا محتاج حد كبير عايش ظروف اصعب من اللي انا عشتها يمكن يديني نصيحة. فعم مجدي سمعني، وشه كان ثابت بشكل سخيف جدا، لانه كان بيوصل لي رسالة اللي هو ايوه وبعدين يعني انت ما عندكش رفاهية، احنا عشنا ايام نكسة يا ابني، احنا عشنا حرب، انت عملت ايه؟ انتوا جيل مايع، انتوا جيل بايظ، انتوا جيل مايس والكلام ده كله. وعرفت ساعتها ان انا ما عنديش اي رفاهيه للانكسار خالص يعني ولا للانهيار. فقال لي هو فاضل من القرض قد ايه وفاضل من اقساطك انت قد ايه؟ فقلت له قرض ايه ده؟ ما تسددش ولا قسط اصلا من القرض، ده اول قسط من القرض. وال60 انت عارف ال60 بيدفعوا 80 او 90 على حسب بقى. فلما قلت له الارقام كلها على بعض، قال لي بص انت ما عندكش غير حل واحد يا يحيى، انت هتشتغل لحد ما تسد كل اللي عليك. وعلى قد ما كانت جملته مليانه يأس، على قد ما حسيت فيها بشيء من الاصرار. يعني لان الجيل بتاعنا ده مواليد الثمانينات واوائل التسعينات هو مش جيل عمره ابدا، احنا جيل عمره ما كان عنده الرفاهيه انه يختار اي حاجه. هو احنا جيل بيسرفايف، احنا جيل بيتعلم ازاي ينجو، ازاي يقدر يكمل. يومها انا طبعا ما نمتش، قعدت فاتح الدفتر وفاتح الورق اللي فيه ارقام الناس اللي انا كلمت. الارقام دي كانت بتجيلنا ازاي؟ كنا بنجرب ارقام عشوائيه او كانت بتجيلنا من شركات الاتصالات نفسها، لان ساعتها ما كانش فيه رقابه ولا حقوق انسان قوي يعني زي دلوقتي طبعا. وماسك كل ارقام الناس اللي انا كلمتهم من وقت ما كنت شغال في الكول سنتر، قاعد فاتح آلة حاسبة وعمال احسب كل الفلوس الحرام اللي انا دفعتها للناس، سواء كانت نسبتي انا ولا الفلوس اللي دخلت للشركه. وصوت الست العجوزه ودعواتها مش بيفرقوا خيالي بتاع ربنا يريح بالك يا ابني، او ربنا يريح قلبك يا ابني. ما هو ما ريحش قلبي يا حاجه لحد دلوقتي يا حاجه، تعبان والله يا ست الكل، لحد دلوقتي والله العظيم طالع عين امي. بس الحمد لله ساعتها انا خدت قرار، انا لو سديت القرض بفلوس نصب تاني هبقى بكرر نفس الغلطه. ما هو انا لو اتصلت تاني بالناس وبدات ابيع لهم عروض واشتراكات تاني هتبقى فلوس حرام تاني، فهبقى بسدد القرض بفلوس حرام، بفلوس نصب وسرقة. القرض اللي أنا ما خدتوش أصلا هبقى بكرر نفس الغلطة للمرة الألف. وسبحان الله يا أخي، لا يلدغ المؤمن من جحر مرة مرتين 35 مرة مش عارف. ودلوقتي مبقاش عندي أي فرصة ولا مساحة إني أبقى رمادي، أنا يا أبيض يا أسود. الحاجة الوحيدة اللي عندي واللي أقدر أعملها هي إني أخيرا هتصرف بالطريقة اللي أنا بعرف أتصرفها. أنا هتعامل على الدغري، أنا هبقى أنا يا اسطى. يلا بينا نبيع عفش الشقة كله، ويلا بينا نسيب الشقة ذات نفسها ونفكك من الإيجار اللي بتدفعه، إحنا هننام في الزبالة. عم مجدي بعد إذنك أنا هنام في الاستوديو عندك. ماشي حاضر، وشكرا إنه وقف جنبي. أنا هنام في الاستوديو. وسبحان الله من 20 سنة وأنا عايش في الاستوديو. كفاية ندب. وقررت مش بطولة ولا نظافة ولا احترام ولا أخلاق، أنا قررت بعد ندم وبعد ضرب بالجزم وبالإقلام على وشي إني هدور على كل الناس اللي أنا بعت لهم اشتراكات وأفهمهم بكل احترام وبكل أدب إيه اللي حصل، وهسدد لهم الفلوس اللي دفعوها من معايا
من معايا انا. طب من فين؟ من فين؟ طيب مش مهم، هنتصرف ازاي؟ هنعرف. في ناس كتير جدا عرفت اوصل لهم، وفي ناس تانية ما عرفتش اوصل لهم تاني، بس مش مهم. المهم بالنسبة لي اني اشيل من على كتفي هذا الذنب وهذا الهم اللي انا عايش من عليه. وعلى الاقل يعني اللي هو ايه، لو انا مش هعرف اموت بعد ما اوصل، فعلى الاقل انا هموت وانا على الطريق. المهم يا رب اهو، ربنا شاهد ان انا، يا رب انا على الطريق، انا على الطريق اهو، تمام. مش مهم اوصل، بس انا نفسي اوصل، بس المهم ان انا على الطريق. واحده من المكالمات اللي انا بكلمها من على حسابي رقم الست الكبيره، فبتصل عشان اشرح لها الموضوع واحذرها من انها تشترك مع حد من الشركات دي تاني. فضلت اتصل كتير جدا لحد ما رن عليا شاب صوته او حالي ان هو في ثانوي او في اول سنه او سنتين من الجامعه. فقلت له السلام عليكم، لو سمحت انا كلمت الرقم ده من حوالي شهرين وردت عليا ست كبيره، ف لو سمحت بس كنت عايز اكلمها. فالواد سكت شويه كده وقال لي البقاء لله، يعني هي تيتا الله يرحمها ماتت من 3 ايام. انا ما كنتش خدت فلوس من الست، بس انا يمكن كنت متصل بيها علشان عايزها تقول لي كلمتين، عايزها تقول لي شكرا يا ابني والله وبتاع، وربنا يريح بالك يا ابني ومش عارف ايه والكلام ده كله. ويمكن علشان كنت مستني منها انها تديني كلمتين في جنابي برضو، مش عارف. سكت شويه كده وايه، نفسي قعد يتهدج اللي هو كده ده. فقلت له بصوت منكسر تماما كده، قلت له انا اسف ما كنتش اعرف والله، يعني بقاء لله ربنا يرحمه. قال لي ونعم بالله وراح قافل. فقلت بص يا اسطى، يعني هي ما فيهاش انا هكلم تاني كل الناس، لان فعلا كم واحد منهم ممكن يموت وانا ناصب عليه، كم واحد منهم ممكن يجرى له حاجه وانا ضحك عليه. لو كانت الحاجه دي ماتت مثلا بسبب فلوس هي ما رضيتش تجيب بيها لنفسها دواء، وجابت بيها اشتراك البي ان ولا اشتراك ساعتها كان اشتراك الاي ار تي ولا اشتراك الشو تايم لعيالها او لحفيدها، ماذا لو كان ده الفلوس دي هي ما خدتش بيها مثلا تمن جلسة غسيل كلى ولا حقنة سكر، ولا الله اعلم بقى، مش عارف كان هيبقى الشخص ده مات بسببي. بل ان كم ممكن يكون كم حد من اللي ما ردوش عليا في الفترة اللي فاتت وانا بحاول اجمع ارقام الناس دي ما ردش عليا، كان لان هو مات فعلا. كلمت عم مجدي، عم مجدي انا مش هرجع للكول سنتر، وانا عايز ابات في الاستوديو، ومعلش استحملني، انا مش هكمل في حاجه شمال وفي اي حاجه مش مظبوطه تاني، بالله عليك يعني اقف جنبي. فقال لي ليه؟ مش انت يا ابني محتاج فلوس والشغل ده بيجيب لك فلوس؟ قلت له بيجيب فلوس، بس انا مش كلب فلوس يا عم مجدي، وانا متاكد يا عم مجدي ان انت عارف ان انا مش كلب فلوس، وانا متاكد برضو ان انت متعود عليا ان انا كل قراراتي قرارات انفعاليه، وان دايما بتاخدني الجلاله كده وبطلع وبنزل في الاخر على ما فيش، وفي الاخر ما بعملش اي حاجه. بس لا، الفلوس دي حرام يا عم مجدي، الفلوس دي بتتلف حوالين رقبتي، الفلوس دي جايه عليا بخساره وجايه عليا بخراب، وانا مش هكدب عليك، انا ما بقاش عندي طاقه ولا وقت ان انا اضيع حياتي كلها في سكه غلط مش شبهي مع ناس غلط مش شبهي. قال لي طيب بص انا هساعدك. قلت له بتتكلم بجد والنبي يا عم مجدي؟ قال لي بص، انا كنت بفتح الفتره اللي فاتت دي شركه دعايه واعلان، وما كنتش قايل لحد، وكنت ناوي ان انا اكلمك كده كده تيجي تشتغل معايا فيها جرافيك ديزاينر، ونعمل شغل للناس وهكذا. احنا هنصمم يافط محلات وكروت، انا هجيب لك الزباين وهشاركك في الشركه، بس هسيب لك المكسب كله لمدة 2 سنين تسدد كل اللي عليك، وبعدين انا وانت نتحاسب براحتنا. وساعتها برضو ما كانش عندي قدرة ولا قوة ولا نخوة ولا كرامة اني اقدر اقول لا، لان كان باين جدا ان هو بيساعدني. بس تمام، مجدي ده عم مجدي ده من دور ابويا يعني، حاضر عم مجدي وشكرا يا عم مجدي. وبقيت انام في اوضه في الاستوديو فعلا، وفتح هو شركه الدعايه، وبدات اشتغل معاه، وهو عمره ما كان قصر، عمره ما كان مقصر، كان دايما يجيب شغل ويجيب زباين، الصبح تصوير وفوتوشوب، وبالليل يفط وكروت وطباعه وبتاع. وكل ما كان يجي شغل اسدد القرض، اسدد القسط، اسدد القرض واسدد القسط. وقعدت 3 سنين بسدد قرض مش بتاعي، والاجهزه اللي كانت اتباعت وكنت لسه بسدد اقساطها فضلت اسدد فيها لمده سنه ولا سنتين. ما كنتش باكل تقريبا غير فول وطعميه وبتنجان، ويوم ما دلع نفسي كان بيبقى رغيف كبده من كبداكي، ولا اي حاجه كده بجيبها من اجيجه اللي في الوفاء والامل. انت بتشتغل، بتحوش، وبتسدد الفلوس اللي عليك. ولو كنت اتعلمت حاجه ساعتها، فانا اتعلمت درس جه ببنيه كده بالجزمه على وشي، ان مش كل حاجه سهله نتائجها هتبقى سهله، لان للاسف الشديد السهل ساعات كتير جدا بيبقى اصعب من الصعب ذات نفسه. وان لو انا مش حاسس ان انا مش حاسس ان انا شبهي، حتى لو كانوا كل اللي حواليا شايفين ان انا مش انا، او عايزيني ابقى بطريقه معينه، بشكل معين، بلبس معين، بطريقه كلام معينه، انا هبقى انا، وانا بتغير،
وانا بكبر وقناعاتي بتختلف ووجهات نظري بتختلف واهدافي وطموحاتي بتختلف وارائي بتختلف وبتتغير، ومش هبقى على مزاج حد طالما انا عارف ان الصح هو الغلط اهو. حتى لو همشي في الغلط همشي في الغلط وانا عارف انه غلط، عشان طول ما انا مقتنع ان هو غلط انا في يوم من الايام هبطله وارجع تاني امشي في الصح اللي انا متاكد ان هو صح. والشخص الوحيد اللي من حقه ان هو يحكم عليا ويقول لي انت ما بقتش انت هو انعكاس صورتي في المرايه. اللحظه اللي هحس فيها ان انا ما بقتش شبهي انا هغير من كل حاجه وبس كده. السلام عليكم.